السيدات والسادة النظارة الأعزاء، مساء الخير. كنرحبوا بكم حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة إعادة قراءة تاريخ المغرب في المرحلة الإسلامية، موضوع غادي نناقشوه مع الدكتور محمد حندين مؤرخ. قبل ما نبداو النقاش مع الضيف ديالنا كنحيلكم على الروبورتاج. دراسة تأسيس الدولة المغربية كيتطلب موضوعية كبيرة من أجل نفض الغبار على مجموعة من الحقائق. فإلى أي زمن كيرجع تأسيس الدولة في المغرب؟ الأصل ديال الدولة المغربية هو أن واحد العدد ديال الناس تينساو بأنه قبل الإسلام على الأقل، هذا مو يعني من الناحية التاريخية عندنا فعليه هو تاريخ أن في القرن الرابع قبل الميلاد عندنا ملك في المغرب. إذن هو يعني أن من الناحية التاريخية ثابت بأن واحد العدد ديال الملوك حكموا المغرب، تنعرفوا الأسماء ديالهم بدءا بالملك باقا، هناك الملك بوكوس، هناك بوغود، هناك آخرهم كان يوبا الثاني، كان بطليموس. إذن هادو ملوك حكموا المغرب الحالي. يمكن تطرحوا سؤال، فين كتكمن المعالم اللي كتحدد الدولة؟ وبالتالي هاد الناس كانوا عندهم مستشارين، كان عندهم العملات، كان عندهم وفود تمشيو يتحاوروا مع الدول الأخرى. وبالتالي فالمغرب تميز الآن في شمال إفريقيا على استمرارية أن الرمز من الرموز ديال الدولة هو النظام الملكي. إذن هذا تأكد على أن ديك الأسطورة ديال أنه الدولة بدأت مع الإسلام أو بدأت مع الإمارة الإدريسية، فهذا ما عندوش يعني أنه ما يمكنش نقولوا هذه القضية، لأن التاريخ تيكذب هذا الشيء. كتأكد البحوث التاريخية في المغرب المدعومة بالدراسات الأثرية والأركيولوجيا تجدر الدولة في المغرب بعدة آلاف من السنين. كاين معالم، لأن كاين علاش هناك نصوص، هناك نقائش تاريخية، خاصة النصوص فرعونية. نصوص فرعونية تتحدث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي 1300 قبل الميلاد، عن ملك موري أو ملك ليبي، هادشي غنسميوه لأن ملك موري وملك ليبي كان يهاجم أو هاجم شمال مصر في 1300 قبل الميلاد، وتحدثوا عنه كملك. النص الهيروغليفي يتحدث عن ملك اسمه أمرياو. إذن هاجم مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي منذ حوالي القرن الثالث 3400 سنة تقريبا. بمعنى إذن في هذه الفترة، بمعنى أن كان هناك معالم ديال الدولة أو المملكة أو غيره قبل هذا القرن، قبل القرن الثالث عشر. المغرب في السابق عرف تسميات وحدود جغرافية مختلفة. هذه الأسماء مثلا كان المصريين وبعدهم الإغريق أي اليونانيين كانوا يطلقون على سكان شمال إفريقيا من الحدود المصرية إلى المحيط الأطلسي اسم الليبيون أو الريبيون أو الريبو. فلهذا عندما نجد كلمة اسم ليبيا أو الليبي أو إلى آخره في النصوص القديمة، فإنها لا تعني ليبيا الحالية، بل تعني سكان شمال إفريقيا بأكملهم. وأعتقد من تحدث أو ذكر هذا بصراحة طبعا جميع المؤرخين الإغريق، ولكن على الخصوص هيرودوت. الجدير بالاهتمام أن المغرب عرف النظام الملكي في الحكم عبر مختلف العصور. كان هناك ماشي كتابة ولكن نقيشة على لوحة من البازلت يشير فيها إلى صراعه مع ملك من شمال إفريقيا، يعني فوق هذاك الملك العقرب 3200 3300 قبل الميلاد. إذن كان هناك إشارات ومؤشرات تدل على وجود نظام ملكي في المغرب. واعتمادا على هذا يمكننا نعتبر، خاصة أن المغرب نعرف أن النظام الملكي ترى التاريخ، أن أقدم نظام ملكي في العالم هو النظام المغربي، الشيء اللي استمر حتى خلال الفترة الإسلامية وكيبرز علاقة الدولة المغربية. الدكتور محمد حندين، مساء الخير. كنرحبوا بك في هذه الحلقة ديال اليوم من برنامج شؤون أمازيغية، وكنشكرك على المشاركة ديالك. موضوع تاريخ المغرب مازال في عمق النقاش العمومي، كيثير الكثير من الأسئلة والكثير من النقاشات والصراعات، مما يجعلنا نقول أنه مازال
تاريخ المغرب نوع من الطابو. اللي غادي نركزوا عليه في حلقة اليوم هو عنصر من عناصر تاريخ المغرب اللي هي ما زالت تثير إلى الآن الأخذ والرد. تأسيس الدولة المغربية في المرحلة الإسلامية والهوية ديال هذه الدولة كيفاش تشكلات. بطبيعة الحال منذ مجيء الجيوش الأموية الأولى إلى شمال أفريقيا وإلى المغرب، ثم بعد سقوط الأمويين، ثم قيام إمارات مغربية، ثم استقلال المغرب عن المشرق إلى غير ذلك. هذه المرحلة يكتنفها غموض في المقررات الدراسية وفي الخطاب الرسمي. إلى أي شيء يعود هذا الغموض؟ شكرا أستاذ أحمد عصيد على هذه الفرصة اللي هي فرصة مهمة لنتحدث شيئا ما عن التاريخ، لأن التاريخ هو علم كما قال ابن خلدون، هو علم من أرقى العلوم الإنسانية. أول حاجة وهي أن المغرب هو بلد قوي من الناحية التاريخية، يمتد جذوره إلى سنوات ما قبل التاريخ، وأسس هويته كدولة قوية منذ تلك الفترة إلى الآن. المسألة أو هناك بعض الأسئلة، وهو كيف نقرأ تاريخ المغرب؟ هذا السؤال مهم طرحته دول وأمم عديدة، والمغرب لم يطرح هذا السؤال العميق. قليل من المؤرخين الذين طرحوا كيف نقرأ تاريخ المغرب. وهنا أشير إلى دراسات وكتب ومؤلفات الأستاذ العروي الذي بدأ مسيرة ومشروع كيف نقرأ تاريخ المغرب. المرحلة التي تحدثت عنها يعني هي مرحلة العصر الوسيط أو مرحلة دخول الإسلام إلى شمال إفريقيا. هي مرحلة مهمة من تاريخ المغرب، وهي التي حددت مصير المغرب ومصير شمال إفريقيا، وحددت بالتالي يعني معالم ديال إشكالية الهوية. معالم إشكالية الهوية. المؤرخين انقسموا في قراءة تاريخ شمال إفريقيا في هذه الفترة بناء على اختلاف المناهج. هناك من يعتمد على منهجية تحقيبات تاريخية معينة، تحقيبات تاريخية دينية، تحقيبات تاريخية موضوعية، تحقيبات تاريخية التي أتت بها الأسر الحاكمة، تحقيبات الأسر الحاكمة، وتحقيبات العلمية التي أتت بها مدرسة الحوليات ليزانال الفرنسية، التي تعتمد على مقاربة علمية موضوعية. ونحن في المغرب إذا أردنا فعلا أن بغينا نقرأ التاريخ ديال المغرب قراءة علمية، يتعين علينا أن نأخذ بمنهجية الموضوعية العلمية. فهذه الموضوعية العلمية رغم صعوبة الموضوعية العلمية في مجال التاريخ، رغم صعوبة الموضوعية العلمية في مجال التاريخ. إذن هذه الحلقة يعني العصر الوسيط فترة مهمة في التاريخ، أنا أسميها اللقاء المغربي المشرقي. مر هذا اللقاء المشرقي المغربي في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصراع، مرحلة الصراع اللي فيها المواجهة العسكرية المباشرة. وهذا شيء طبيعي جدا. عندما تأتي جيوش معينة إلى منطقة معينة لابد أن يكون هنالك صراع، هذا شيء طبيعي وموضوعي. قرأنا في بداية تاريخ الإسلام هناك غزوات في تاريخ الإسلام، منذ بداية تاريخ الإسلام نتحدث عن غزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا. إذن مصطلح الغزو ومصطلح تاريخي عادي لا يثير أي، وتقابله مقاومة بطبيعة الحال، لأن الناس لم يزالوا يتعرفوا على ما هو الهدف من وصول هذه المرحلة. قادها عقبة بن نافع الفهري، تميزت بلقاء وتعاون من طرف المغاربة عموما، من إفريقيا، من القيروان مرورا
الجزائر إلى المغرب. وهنالك قائد أمازيغي معروف ساند عقبة بن نافع الفهري، وهذا موجود في كتب التاريخ العصر الوسيط، سانده وهو كسيلة، يعني تحالف معه وأعلن إسلامه، وبدأوا في يعني نشر هذه الدعوة في مجال المغرب، وصلوا إلى سوس، وصلوا إلى مناطق عديدة. لكن هناك صراعات سياسية اللي هي طبيعية تحدثت عنها كتب التاريخ، لكن لا يجب أن نرى أو أن نقرأ تلك الأحداث بنظرة اليوم، يعني بنظرة اليوم التي يعني ينبغي أن تقرأ في سياقها التاريخي، في سياقها إذا أردنا أن نكون موضوعيين. إذن هناك صراع ما بين قائد محلي وقائد عسكري أتى برسالة بدعوة وقبلها ولكن الكثير من المؤرخين يقولوا بأن مشكلة الجيوش الأموية أنها لم تكن جيوش رسالية، بل كانت جيوش من أجل الغنيمة وبالغت في الظلم والعسف. ستأتي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة، إذن هناك صراع، لأن عقبة بنفسه سيقتل من طرف حليفه كسيلة نظرا لسلوك حسب ما يقوله المؤرخون أن عقبة نظرا شاهد ما يقوم به كسيلة، فأراد إدلاله حسب ما يكتبه المؤرخون. نحن نأخذ نصوص كما قدمها لنا المؤرخون، ابن عيداري وابن خلدون كذلك. إذن أراد أن يدل كسيلة وكلفه بذبح الشياه وسلخها، إذن وهو زعيم قومه. إذن هذه الحادثة هي التي أدت إلى ما وقع لعقبة بن نافع الفهري، وانطلقت وبدأت بعد ذلك الثورة الأولى ضد الحركة الأموية وضد الأموي. المرحلة يعني اللقاء الثاني، يعني هذا اللقاء التصارع، اللقاء الثاني وهو اللي فيه زهير بن أبي سلمة، هو لقاء توازن. يعني جاءت جيوش من المشرق، وبطبيعة الحال الحاكمة التي حكمت شمال إفريقيا هي وهي معروفة في تاريخ العصر الوسيط، قامت بثورة معروفة ضد، لأن الجيوش التي أتت من لم تتبنى رسالة دعوة الإسلام ومبادئ الإسلامية والعدالة والتسامح، معنى هيمن عليها الرغبة في الحصول على أكبر قدر من المغانم، من الغنيمة حسب ما يقوله المؤرخون. إذن كانت هناك ثورة ثانية. عاد انتبه الفاتحون الذين أتوا من المشرق إلى ضرورة التشارك، وهي المرحلة الثالثة التي أسميها مرحلة التشارك. انتبهوا إلى أن ضرورة إشراك زعماء محليين في الدعوة وفي نشر الإسلام، ولذلك ظهر قائد كبير أمازيغي وطارق بن زياد الذي قام بنشر الإسلام في مناطق المغرب، وانتقل في رسالته في الرسالة التاريخية المشهورة إلى الأندلس. إذن لكن المسألة التي لا نجدها في كتب التاريخ كذلك، وهو ما هو مصير هذا القائد الأمازيغي الذي تلقى رسالة بوقف زحفه في أوروبا والرجوع إلى المشرق. حسب الرواية التاريخية أن هذا القائد العسكري الأمازيغي مات في ظروف غامضة، ويقول بمعنى مصيره ظل مجهولا ونظرا لمسألة أساسية عند الأمويين، والتي هنالك مسألة أساسية تنبني عليها الدولة الأموية، وهو أن تنبني على العرق.
مبني على العرق ومناهضة الموالي. إذا لا حق للمولى في قيادة الجيوش، وهذا موجود في أدبيات الأمويين. إذا لا حق لهم في قيادة الجيوش، لا حق لهم في الأعطيات رغم النجاح الذي حققه ميدانيا. إذا وقع هنالك عدم تنسيق ما بين قيادة الموالي وما بين المبادئ التي ترتكز عليها. وهذا يرتبط بالنظرة التي ينظر بها العنصر العربي الأموي إلى العناصر الأخرى، إلى العناصر الأخرى مثل الفرس، مثل الأتراك، مثل الأمازيغ، المكونات الأخرى في الإطار الإسلامي. المكونات الأخرى. لذلك الدولة الأموية لم تلقى ترحاب كبير كما وقع وهذا ما أدى إلى انهيارها وقيام الدولة العباسية الذي قام بها هو الفرس، يعني كرد فعل ضد سياسة. لكن يلاحظ أن المؤرخ العربي قد حافظ رغم ذلك على ذكر أخبار الشخصيات العربية حتى النهاية. موسى بن نصير مثلا الذي شارك والتحق بطارق موسى هذه المرحلة ذكر مصيره بتفصيل، ولكن لم يذكر مصير طارق. هذه المؤرخون يختار. ولكن للتاريخ أن ابن خلدون كان دائما يحتاط في وصفه لهذه الأحداث، ويحتاط احتياط المؤرخ ذو مهنة المؤرخ المحترف. وهنا أؤكد على أن ابن خلدون له دور كبير في تبيان وكشف الحقيقة وعقلنة نوعا ما لهذه المرحلة. إذن هذه هي المراحل. إذن هذه المرحلة الاصطدام الأول بين الأمازيغ شمال أفريقيا وبين العنصر العربي الأموي، يعني كانت واحد المرحلة اللي كان فيها عنف وحروب، وكان فيها أيضا تفاهم وتشارك كذا، وتتغير الفترات حسب الولاة وحسب لكن المرحلة التي ستفيض الكأس وهو ما قام به الولاة الذين كلفهم الخليفة في دمشق في شمال إفريقيا من تجاوز كبير، حيث أشار المؤرخون إلى أن أبيدنا المهاجر خمس البربر رغم إسلامه. أنا أخضعهم لتقسيم الغنيمة إلى 5 أقسام، أخضعوا كعبيد، جعلهم عبيد، في حين أن المغاربة وأن الأمازيغ بدأوا يتعرفون على الرسالة السامية للإسلام التي أتت بالعدالة والمساواة. فبدأوا يتساءلون ويطرحون تساؤل: أين هي مبادئ الرسالة؟ وأين هي الممارسة السياسية إذن للولاة؟ فالوالي مكانه لكي يستمر في ولايته لتلك المنطقة عليه أن يقدم أكبر عدد من الأموال وأكبر عدد من الجواري، وإلا سيعزل. ويشير المؤرخون إلى أن الجارية المغربية والأمازيغية تباع في دمشق ب1000 دينار. إذن هذا كله مسائل يعني مكتوبة في تاريخ. في النهاية يعني حصيلة هذا القرن من المواجهات في شمال أفريقيا، هل يمكن الحديث عن غزو أم فتح؟ ما هو من الناحية العلمية ما هو المصطلح الأصح؟ مشكلة المفكرين العرب بشكل عام وهم أنهم لا يحددون المصطلحات بدقة كما هو الحال في الأدب في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. فالفتح هو الغزو، ما الفرق بينهما؟ ليس هنالك فرق، لكن المؤرخين المعاصرون له حساسية، لأن المؤرخين القدامى يستعملون غزوة بدر، غزوة أحد وبشكل عادي. لكن في الفترة المعاصرة التي اختلطت فيها الإيديولوجيا مع الدين بدأوا يحملون لهذه المصطلحات ما لا تحتمل. إذن ففي اعتقادي أن
أستاذ العروي أشار إلى هذه المسألة. نعم. أشار إلى هذه المسألة. من يريد أن يتعمق في هذه المسألة لابد من الرجوع إلى كتاب. بمعنى كلمة فتح في النهاية هي نوع من تجميل للغزو أو إضفاء طابع إيجابي باعتبار الجانب الرسالي. جانب الرسالة. إذن هو مصطلح أخلاقي، يعني معياري. أما الغزو عندما تكون الجيوش فإنها تقوم لأن الجيوش لا يمكن ضبطها ضبطا أخلاقيا أو تخليقها. الجيوش يمكن أن يكون هناك انزلاقات، ويمكن حتى تتجاوز حتى أحيانا حتى القياد. إذن أنا في اعتقادي ليس هناك إشكال في استعمال هذا المصطلح فتح أو غزو من الناحية العلمية. نعم. ولكن كما شرط هناك فتح كمصطلح لتجميل هذه المرحلة. يعني أليس هناك دور للإيديولوجيا في تغليب كلمة فتح، باعتبار أن يعني النظرة اللي كنشوفوا بها هذيك المرحلة وهذيك الوقائع هي نظرة من منظور إيديولوجي عربي مثلا؟ عندما يستعمل المؤرخ مصطلح غزو في العصر الوسيط فهو يقصد به فترة تاريخية معينة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوات إلى شمال إفريقيا، غزوات إلى الفرس إلى غير ذلك. يعني يتحدث عن هذه الفترة بشكل تلقائي وبموضوع. ولكن عندما اختلط الإيديولوجي يعني النظرة المعاصرة، يعني هناك يعني نسبة كبيرة من أدلجة التاريخ أدت إلى استعمال مصطلحات غير علمية مثل الفتح، مثل ما نجده عند المؤرخين المعاصرين أن جميع سكان شمال إفريقيا قبلوا الإسلام دفعة واحدة، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية حتى من الناحية التطبيقية. لا يمكن لشعب كبير لمساحة شاسعة وكانت في أديان مختلفة ومعتقدات أن تقبل أن تتبنت أن تستبطن أو أن تفهم هذه الرسالة دفعة واحدة. بل هنالك مراحل متعددة إلى أن فهم الناس خاصة في عهد المهدي بن طمار الذي فطن إلى أن الناس لا زالوا لم يفهموا الرسالة باللغة العربية، فقام بمجهود كبير لإيصال هذه الرسالة بلسان قومهم، بلسان الأمازيغي، فبدأ الناس يفهمون الإسلام والدين والصلاة إلى غير ذلك. إذن لابد أن نأخذ كمؤرخ لابد أن نتحين ونكون حذرين من استعمال هذه المصطلحات العامة حتى نكون علميين دون أن ينقص هذه النظرة وهذه المقاربة دون أن تنقص من قوة الإسلام ومن مبادئه السمحة ومن رسالته أو تمس بالعقيدة. إذن لابد أن نكون علميين في تناول هذه القضايا دون أن نسقط ذلك على الوضع الحالي. نعم. قبل أن نتابع نقاشنا دكتور حندين نحيلكم على الروبورتاج الثاني. بعد المقاومة الكبيرة اللي عرفها قدوم الإسلام لشمال إفريقيا، اتسم المغرب بداية تأسيس مجموعة من الإمارات وتعاقب الأسر الحاكمة في ظل الإسلام. المغرب الأقصى اللي كيتسمى يعني المغرب الحالي، السكان ديالو غادي يكونوا الدولة تابعين للدولة الخلافة الأموية في الأندلس. الحكام والولاة يعني اللي كانوا كيجيو من المشرق كانوا واحد الوقت يعني كي يخمسوا الأمازيغ، ومن طبيعة الحال رغم إسلامهم وهذا يعني ما قبلوش الأمازيغ، ولذلك غادي يقوموا بواحد الطورة مشهورة
يعني في التاريخ يعني قام بها زعمها واحد الزعيم امازيغي سميتو ميسر المطغري او المطغري سنه 122 للهجره. وهنا غادي يبدا الانفصال يعني ديال المغرب الاقصى عن الخلافه في المشرق. يعني غادي تظهر كيانات يعني امازيغيه، امارات يعني امازيغيه في المغرب الاقصى. وكانت الاولى كاع ديال هذه الامارات هي امارات نكور اللي بدات يعني من 79 للهجره الموافق ل 698. بعد سقوط إمارة الأدارسة تعاقبت مجموعة من الدول الأخرى اللي أسسوها المغاربة. ملي الاماره الادريسيه يعني غادي تنهار يعني بفعل الضربات ديال المكنسيين بزعامه موسى بن ابي العافيه. يعني غادي يمشيو لشمال المغرب لواحد المنطقه سميتها حجر النصر، وتما غادي يحاولوا يعني يديروا مبادرات او محاولات لاستعاده امجادهم وامجاد الدوله ديالهم او الاماره ديالهم، لكن يعني ما تمكنوا شيء. واستمرت يعني فاس خضعت للمغربيين. وغادي يظهر واحد الزعيم امازيغي يعني عنده شأن كبير يعني في ذلك الوقت، وهو زيري بن عطيه. لان زيري بن عطيه كان يعني عنده طموح كبير سياسي كبير، بدليل انه هو اللي بنى مدينه وجده سنه 994 384 للهجره. اتسمت فترة الإمارات الإسلامية في المغرب بأمجاد تاريخية كبيرة رغم بعض الانقسامات اللي عاشها، إلا أنه عرف كيف يوحد الأرض والعقيدة. ما نسوش أن هذه الإمارات كلها كانت يعني من الناحية المذهبية يعني فيها تيارات مذهبية متعددة، معتزلة، خارجية، صوفرية إلى آخره، وسنية. والمرابطين غادي يجيو بواحد هما اللي غادي يعني يشدوا العالم ديال المذهب السني، وهما اللي غادي ينشروه ويدنفع، وهما اللي غادي يعني يديروا التوحيد ديال الاراضي المغربيه ويوسعوها، وفي نفس الوقت يرسخوا المذهب يعني المالكي، ويرسخوا ما يسمى بالمخزن، يعني وهو اللي كيرمز عندنا في المغرب للدوله المركزيه اللي غادي يرسخوها، اللي غادي يشدوا عليها الدول اللي جات من بعدهم، الموحدين ثم المارينيين ثم الوطاسيين ثم السعديين فإلى العلويين. الدولة المغربية عبر التاريخ عرفت أمجاد كبرى وإشعاع دولي كبير وحضور في مختلف المجالات. دكتور حمدين، كيف كتلاحظوا هوية الدولة المغربية ارتبطت بزاف لا في الإيديولوجيا الرسمية ولا في الكتابات ديال المؤرخين والكتاب ولا حتى في المنظومة التربوية بهذه المرحلة ديال بدايات الدولة المغربية في المرحلة الإسلامية. من بعد مرحلة الحروب وسقوط دولة الأمويين واستقلال المغرب عن المشرق بالثورة اللي عملوها يعني إمازيغن ضد الحكم الأموي اللي كيف قلتوا كان جائر وكانت كتهمه الغنيمة أكثر من الرسالة. فكيف كانت تشكل الملامح الأولى للدولة في هذه المرحلة؟ هذا سؤال مهم قلما يطرحه المهتمين بالتاريخ في المغرب وفي شمال إفريقيا، ولكن لابد أن نشير إلى مسألة أساسية ينساها المغاربة كثيرا، وهو أن المغرب دولة قوية منذ ما قبل التاريخ واستمرت إلى الآن. هنالك لا يمكن فصل فترة تاريخية، هي عبارة عن سلسلة متصلة. لا يمكن أن نقول هذه السلسلة انفصلت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ردود فعل المغاربة آنذاك إمازيغ آنذاك هي نفسها التي كانت ضد الرومان الفينيقيين والوندان والبيزنطيين والمشارقة، كل الأقوام الغازية يعني. كل الأقوام الغازية، وهذا شيء طبيعي. المسألة الرئيسية عندما يكون الغازي جائرا
تحدث هناك مقاومة بأشكال مختلفة. فإذا كانت الحركة الخوارج في العصر الوسيط هي رد فعل المغاربة ضد جور الأمويين، هي نفسها تكرار للحركة الدوناتية التي كانت ضد هيمنة الكنيسة الرومانية في شمال إفريقيا. نفس الشيء، نفس الردود في بداية التاريخ المسيحي. في بداية التاريخ. ولما كان جور الرومانيين يعني جائرا وكثيرا، قامت هناك ثورة تكفريناس، ثورة إدمون. هؤلاء الزعماء غائبون في الكتاب المدرسي، وقد سقطوا ودماؤهم سقطت من أجل هذا الوطن. لا يختلف دماء تكفريناس وإدمون عن دماء عبد الكريم الخطابي وأحمد الهيبة ومحمد الزياني، كلهم مغاربة سقطت دماؤهم من أجل هذا الوطن. إذن هذه الثانية. الثالثة وهو أن المغاربة ساهموا في سقوط أكبر إمبراطورية في البحر الأبيض المتوسط، هي الإمبراطورية الرومانية. نفس الشيء عندما طغى جور الأمويين قامت هناك ثورات، ثورة ميسر المطغري، ثورات أخرى، فساهموا في تضعضع وانهيار الدولة الأموية في المشرق لتنهض دولة أخرى هي الدولة العباسية. ولكن المغرب قرر أن يستقل عن المشرق بشكل نهائي بتأسيس دولة الرستميين، دولة النوكور، دولة المدرارية، الدولة البرغواتية، كلها دول إمارات. شكلوا إمارات باستقلال تام عن المشرق. يمكن القول إذن أن المؤسس الفعلي لاستقلال المغرب عن المشرق هو ثورة ميسرة المطغري. ثورة ميسرة المطغري هي التي حسمت يعني. هي التي حسمت، ولكن هي كما ذكرت فهي نفس رد فعل الذي كان في عهد الرومان، في عهد الفترة الرومانية المغربية الرومانية نفس. إذن ميسر المطغري قام بثورة عندما كان أبي دينار قام بالوالي الأموي قام بتخميس البربر وأن يرسل الجواري، وكما ذكرت شاهد تناقض بين الرسالة بين مضمون الرسالة الإسلام والأفعال، فقام بثورة فأعلن استقلال. تمخض عن هذا الاستقلال ظهور ممالك يعني أمازيغية بالمغرب مباشرة بعد ثورة ميسرة. يعني لماذا لا يعتبر هذا في الخطاب الرسمي وفي المدرسة المغربية أنه بداية الدولة المغربية؟ هنالك شيء غريب في الخطاب الرسمي بالنسبة لهذه المسألة، وهو هل من مصلحة المغرب أن يمتد تاريخه إلى أعمق وأعماق التاريخ ما قبل الإسلام، أو أن يبدأ منذ 12 قرن؟ هذه مسألة غريبة لا توجد في أي دولة في العالم. بمعنى تقسيم تاريخ دولة بإرادة المغاربة أنفسهم، بإرادة دولة معينة، هذا لا يوجد فيه. فالفرنسيون يفتخرون بلغولوا، الألمان كذلك، يعني جميع دول العالم تفتخر بتاريخها القديم. والمغرب هنالك خطأ كبير يقع فيه ونتمنى أن وأعتقد أنه تم تجاوز هذا في إعادة كتابة التاريخ الآن في الكتب التي صدرها المعهد الملكي للتاريخ، فيه هذا التوجه الآن، وإن كان بشكل محتشم في حدود معينة، ولكن لا بد من أن نقول بأن يمكن القول أنها بداية المسار نحو التصحيح. هذا بداية يدخل في إطار البدايات. يعني الفترة الفاصلة ما بين ميسر المطغري ومجيء إدريس بن عبد الله الذي يعتبر في الخطاب الرسمي مؤسس الدولة المغربية يوجد أزيد من 50 سنة.
لماذا لا تعتبر هذه ال50 سنة ويعتبر الأدارسة مؤسسي الدولة المغربية، مع العلم كما قلتم أن هناك دول عديدة أخرى تأسست قبل الأدارسة؟ وتأسست قبل وتأسست بجوار الدولة الأدارسة. فهناك الدولة الأدارسة في منطقة سايس، ولكن بجوارها في منطقة تمسنا دولة برغواتية استمرت 5 قرون لم يقضي عليها لا المرابطون لا الأدارسة أولا ولا المرابطون، وقضى عليها الموحدون. يعني استمرت 5 قرون، وهي دولة كبيرة لها أدبياتها، ولكن كما يشير ابن خلدون أنها معلومات حولها قليلة جدا. ولكن لماذا تم تجاهلها بالمطلق؟ تجاهلها في الخطاب الرسمي بشكل نظرا للنظرة الإيديولوجية للتاريخ. لا يتعين الآن أن ننظر إلى التاريخ بكامله بمساوئه وبانكساراته وانتصاراته. عندما ننتصر نفتخر بانتصاراتنا، وعندما ننكسر نعيد النظر في أسباب انكسارنا. إذن هذا هو التاريخ. بمعنى الخريطة السياسية إذن للمرحلة التي جاء فيها إدريس بن عبد الله لاجئا إلى المغرب وهربا من يعني المذابح التي كان قد أقدم عليها العباسيون ضد العلويين. شنو هي الخريطة ديال هذاك الوقت بالضبط؟ إدريس جا لطنجة، ثم داز الوليلي عند الأوربة. شنو هي الدول اللي كانت قائمة؟ يعني المشاهدين يعرفوا الخريطة السياسية ديال ديك المرحلة. كانت هناك برغوطة قلتي في المحيط الأطلسي. هل هناك إنسان يتصور أن المغرب فارغ؟ ليس هناك أي دولة قبل أن يأتي إدريس هاربا واستقبل. وهذه هي الصورة اللي كيخرجوا بها المغاربة من التعليم. لا يمكن. هذا تصور بسيط وتصور كاريكاتوري لتاريخ المغرب، أن المغرب لا يوجد فيه أي دولة أي تنظيم إلى أن جاء مولاي إدريس. هذا لا يعقل هذه أضحوك بالنسبة حتى التلاميذ الطلبة الذين ندرسهم يطرحون لنا تساؤل محرج جدا في الكتب المدرسية. وهنالك مسألة أخرى أساسية ذكرت في الكتب المدرسية، أن الكتب المدرسية أو أن التغيير أو أن الوعي بالوطنية يبدأ من المدرسة. والمسألة الرئيسية أن توجهات أو أن البرامج التعليمية الآن لا تسير في هذا الاتجاه، بل لا تسير في المنهج العلمي للتاريخ. الذي يعوق هذا يعني الذي يعوق هو النظرة الإيديولوجية للتاريخ، يعني تحنيط التاريخ من أجل مسألة معينة ومن أجل هدف معين. لابد هناك أهداف. لابد فالدولة الهتلرية يعني أثناء هتلر هنالك تحوير للتاريخ من أجل أن يكون التاريخ موجه لسياسة الدولة، ولكن بمعنى التاريخ في النهاية هو تبرير لسياسة الدولة. يقول أحد الفلاسفة بأن التاريخ هو أخطر عقاقير أنتجه الإنسان، لذلك فالتاريخ خطير جدا. لا بد أن نحتاط في كتابة التاريخ حتى لا يعود ضدنا. إذا لا بد أن يكون هنالك نظرة موضوعية علمية حتى لا نصدق كمربين بيداغوجيين كمسؤولين في الدولة، حتى لا نكون أضحوك أمام الطلبة الذين سيكتشفون الحقيقة فيما بعد. يعني هذه المرحلة اللي قامت فيها مثلا الإمارة الإدريسية بجانب الإمارات والدول الأخرى في المغرب، ما هو المسوغ الذي يجعل الخطاب الرسمي يعتبر أن الأدارسة مؤسسي للدولة المغربية؟ هل يمتد حكم الأدارسة إلى كل مناطق المغرب؟ أشرت إلى أن حكم الأدارسة لم يمتد إلى كل مناطق المغرب، فهناك إمارة برغواطة استمرت إلى عهد الموحدين، وهناك إمارات أخرى الرستمية المدرارية. ما هو المسألة التي
يعني أكسبت إمارة الأدارسة هو المؤرخين الذين كتبوا عنها كتابات مسهبة، ناسين أو تغاضوا عن الكتابات الأخرى، كما يقول ابن عداري الذي هو ابن عداري هو المؤرخ من بين المؤرخين الذين كتبوا عن الدولة البرغوثية. وأشير وأتمنى أن يصدر كتاب حول الدولة البرغوثية كدولة ليتعرف على الناس، يتعرف على هناك المجهود اللي عمله الدكتور محمد الطالبي وكذلك الدكتور محمود إسماعيل، أكيد، ولكن غير معروف عند الناس. هناك كتابات ودراسات محمود إسماعيل هي التي كنا طلبة، وهي التي يعني فتحت آفاق كثيرة عن تاريخ المغرب آنذاك، الخوارج في الغرب الإسلامي، إلى جانب دراسات مغربية أشارت إلى كل هذه يعني المواطن الغامضة والفترات الغامضة. لماذا علاش بقت المنظومة التربوية المغربية مغلقة على هذه الإنتاجات الفكرية في التاريخ؟ نعم أكيد. نظرا لهذا، هذا يعود إلى مسألة أساسية، وهو التوجه السياسي أثناء مطالعة في رسالة. لنعرف هذا التوجه لابد من قراءة يعني مذكرة المطالبة بالإصلاحات يعني أثناء الاستعمار، والتي قدمها الاستقلال يعني الحركة الوطنية، كانت تشير إلى أن المغرب عليه أن يتبنى المنهج المشرقي، يعني انطلاقا من هذه الرسالة، من هذا المطلب يمكن بنيت تفسير عليه كل مسائل الدولة، الرواية التاريخية الرسمية، بنيت عليه الرواية، بنيت عليه المسائل السياسية، بنيت عليه يعني هذه النظر، في حين أن الدولة المغربية هي أقوى بكثير من بعض الدول في المشرق، أقوى، هي أعمق من من الشام، أعمق من دولة العراق، أعمق من دول أخرى تقارب مصر في عراقتها. لا بد من أن نفتخر بأن الدولة المغربية هي أقوى، وعلينا أن نصدر نحن من نموذجنا إلى المشرق، إلى دول أخرى. فلدينا قوة فلسفية كابن رشد وابن خلدون وفلاسفة آخرون، ولكن هذا يستوجب بطبيعة الحال إعادة قراءة التاريخ باش الناس يعرفوا هذه المعطيات كلها اللي متوفرة. لا بد من إعادة كتابة التاريخ، ولا بد من أن نبدأ بالبرامج التعليمية، ولا بد من أن نحيي كل ما يشير إلى التمييز. أعطي مثال، هنالك كتاب في الكتاب المدرسي يتحدث عن دولة إدريس الثاني، ويتحدث عن جيش إدريس الثاني، فالعرب فرسان والأمازيغ موشاة. فإذا درسنا هذا النص أو هذا الدرس للتلاميذ سيكون هناك نوع من الميز، يعني من الميز، بأن الناطقين بالعربية هم فرسان والناطقين بالأمازيغ هم موشاة. يعني هذا يساهم في تكريس الميز بين مكونات الوطن، في عدم تلاحم الوحدة الوطنية. وهذا معناه أن من بين عناصر إعادة قراءة التاريخ أن نحرص على تنقيحه من كل ما يمكن أن يعمق هذا الميز. أكيد لا بد من إعادة كتابة التاريخ، ولا بد من تبني منهج علمي صرف، يعني قدر الإمكان محايد قدر الإمكان. لا يجب أن نعترف بأننا في هذه المعركة انتصرنا، وفي هذه المعركة انهزمنا، وهذه الأسباب حتى ندرب أجيالنا على تقبل الحقيقة وضد الحقيقة، يعني تقبل الواقع كما هو وليس كما يجب أن يكون. يعني هل تعتقد بأن الوثيقة الدستورية الحالية باعترافها بأبعاد ديال الهوية، بعد الأمازيغي اللي هو الجوهري، ثم يعني الروافد الأخرى إلى آخره، هل صححت أو هل يمكن أن تمثل أرضية لتصحيح قراءة التاريخ؟ صحيح،
الوثيقة الدستورية هي شيء مهم جدا بالنسبة للمغرب، بالنسبة للوحدة الوطنية وبالنسبة لمستقبل المغرب. وأعيد أن نفس الطريقة أن المغاربة يقومون بنفس رد فعل ضد الهيمنة الرومانية، رد فعل ضد الهيمنة الأموية. هناك رد فعل، يعني هذا الدستور هو عبارة عن رد فعل ضد شيء معين، ضد هيمنة إيديولوجيات معينة أخرى أجنبية. هو رد فعل، يعني أن المغاربة يفرزون في أعماقهم، سواء الناطقين بالعربية أو يفرزون في أعماقهم بطريقة لا شعورية يعني ميكانيزمات للدفاع عن المغرب. إذا أنتم يعني ربما كتقولوا أن الوثيقة الدستورية الآن شكلت خطوة، ولكن ما زال ما التحق بها قراءة التاريخ. أكيد لا أكيد هذا معناه إذا عندنا تاريخ دابا ما بقاش كيطابق الوثيقة الدستورية. أكيد إذا الوثيقة الدستورية فتحت أوراش كبيرة جدا لن تنتهي في 2 أو 3 سنوات، فتحت أوراش كبيرة جدا. لا بد من إعادة كتابة التاريخ، لا بد من إعادة مستعجل البرامج التعليمية لكي تدخل مثلا الهوية الأمازيغية والإفريقية والأندلسية في أدبيات البرامج التعليمية. هنالك الآن تناقض كبير بين تدريس اللغة الأمازيغية كمثال، تدريس اللغة الأمازيغية والبرامج التعليمية المناهضة مثلا الظاهر البربري لا بد من تنظيم. إذا هناك أوراش كبيرة. أتمنى أن ينجح المغرب في استعادة هذه القوة، وأتمنى وأملي أن يكون المغرب قويا كما كان في عهد الموحدين، يعني قوة ضاربة في المنطقة وتصدر أفكارها. يعني أن لدينا نموذج معين، لدينا نموذج في السياسة، نموذج في الديمقراطية، نموذج في الإسلام. يعني الإسلام المغربي يختلف تماما عن ما يحدث الآن في المشرق. تلاحظون أن هناك مقاومة، أشكال من المقاومة لإعادة قراءة التاريخ. يعني أنتم كتعتبروا أنه باش يكون تقدم في المشروع الديمقراطي المغربي لابد ما يتبنى على نظرة جديدة لتاريخ المغرب، ولكن كيف تفسرون أشكال المقاومة ضد أي نظرة صحيحية؟ سبب هذه المقاومات هو كما حدث في أوروبا في القرن 16 17 عندما قام غاليلي بتغيير نظرة الكنيسة عن أن الأرض هي التي تدور فأحرقوه. ولكن ماذا قال كلمة وسأختم بها: ومع ذلك فإنها تدور. إذن هذه الحقيقة ستبقى دائمة، هي الحقيقة وتكتشف في حينها. تكتشف في حينها، وسيتعلم آخرون بأن الحقيقة هي نسبية تتطور حسب مراحل التاريخية. شكرا الدكتور محمد حندين على المشاركة ديالكم في هذه الحلقة. قبل ما نختموا السيدات والسادة من الدار الأعزاء هذه الحلقة غادي نقدموا بعض الإصدارات جديدة. من بين الإصدارات الجديدة في إطار مونوغرافيات سوس كتاب أنتي أطلاس إستوار إي سوسيتي دو لادرار الكست للدكتور محمد حندين. من بين الإصدارات الجديدة كذلك كتاب محا أكوراي، ويضم مجموعة قصائد لشاعر تنفيت الكبير محا أكوراي، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هكذا كنجيو سيدات والسادة الأعزاء إلى نهاية حلقة اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
تخوانسا اسايس اسيسين استفراسو مزروي تمريت الطبيعة تنظيمين المغرب تخوانسا انا مقارن كويا ملاس يستغنى سيد خثميورين العوايد مديمين اريتكا اثي يوسف فلولني عريمن تخوانسا اصل 4 كويا ملاس املاسات تنظيم ثنتاونات